غابت الرجاء عن المنافسة لحساب الجولة العشرون من البطولة الاحترافية بسبب قيل أنه أمني. يؤجل الموعد أمام الماس لحساب الجولة 27 من مارس الحالي، وقبله للنسور موعد مع لقاء الجولة 21 أمام شباب الريف الحسيمي السبت بمركب محمد الخامس. هي فرصة لتأكيد الصحوة وتحقيق النقاط الثلاث، وفرصة لتعم الفرحة أرجاء الملعب، خصوصا وأن المقابلة تتزامن مع احتفالات الشعب الرجاوي بالذكرى 67 من تأسيس النادي. الجهاز الفني للرجاء يراهن على الفوز بالنتيجة والأداء والعمل مستمر طيلة أيام الأسبوع بحصص مختلفة بمركب الوزيز، ملعب مولاي رشيد، ومركب محمد الخامس. فما هي الرسائل المعتمدة من قبل الطاقم التقني ليكون زملاء القديوي في الموعد مساء السبت؟ فالرسالة اللي غنبلغها بأنها واضحة باش نستمروا في نفس العطاء في نفس المردود، وأكيد نبحثوا على الفوز. فأظن بأنه لو نبقاو غاديين يعني واللاعبين يحاولوا ان شاء الله باش يكونوا مركزين بواحد الشكل عالي جدا بغض النظر على التوقف، لان ما نقلبوش على واحد السبب من الاسباب، لان هذا المساله كانت طارئه، وحنا ما غاديش يعني ندرقوا ولا نتغطاو وراءها. واظن بان خصنا نهيئوا انفسنا لهذه المباراه، لان اي مباراه كنجريوها كناخذوها بجديه وكناخذوها بمعقول. واظن بان هذه المباريات اللي هذه المباراه كذلك قفل بالنسبه لنا، حتى ممكن نطلعوا وحنا غاديين خطوه بخطوه تنتسلقوا في الدرجات باش نوصلوا للهدف اللي هو التنافس على اللقب ان شاء الله ديال البطوله. واظن بانها سوف لا تكون مباراه صعبه، وحنا كنتسناو يعني بالمسانده الكبيره ديال الجمهور ديالنا باش يدفعنا ان شاء الله للانتصار. الحصص التدريبية عرفت عودة النيجيري بابا توندي بعد السفر المباغت لنيجيريا، بالإضافة إلى عبد كبير الوادي وحمزة تومي بالاكتفاء فقط بالجري حسب تعليمات المعد البدني. تغيرت المعطيات بالمواقع الاجتماعية هذا الأسبوع، فالكل منضوي تحت لواء الاحتفال بذكرى تأسيس العالم. إنه الجمهور الأكثر شغفا بكرة القدم على الصعيد الوطني والدولي. الاحتفال يشمل أيضا عناصر الرجاء وكل مكونات الفريق، فعيد ميلاد سعيد لأسرة القلعة الخضراء. عيد ميلاد سعيد جماهير الرجاوية إن شاء الله بالنجاح ومزيد تألق. سنة سعيدة للفريق الرجاء البيضاوي، إن شاء الله بالتتويج ان شاء الله بطولة نهديو الجمهور فريق الرجاء. عيد ميلاد سعيد الفريق الاخضر. سنة سعيدة للجمهور الرجاوي، ان شاء الله مزيد من التألق في هذه السنوات ان شاء الله الجاية. عيد ميلاد سعيد للجمهور الرجاوي. كنتمنى ان شاء الله لكل رجاوي وكل رجاوية سنة سعيدة ومزيد من الألقاب ان شاء الله. Happy birthday to Raja Public. Thank you very much for your support and everything. Thank you. Joyeux anniversaire à tous les publics rajaouis. عيد ميلاد سعيد فريق الرجاء البيضاوي وجمهور فريق الرجاء البيضاوي. I would like to say big thanks to the fans and happy birthday to the Raja fans. So I pray for more blessing and more love. Thank you so much. عيد ميلاد سعيد لجميع محبي الرجاء وأنصار الرجاء، وإن شاء الله مزيد من العطاء والتألق. عيد ميلاد سعيد لأحسن جمهور في العالم جمهور الرجاء البيضاوي، كنتمنى مزيد من التألق وألقاب إن شاء الله.